بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو انت حضرتك هتاجي كل اخ واخت عربيه عايزين الماجستير او الدكتوراه في مصر، انصحك بايه؟ اول جامعه انصحك بيها وجامعه معتمده هي كليه التمريض جامعه عين شمس. وقلت لكم والله انا مش عايز غير النصح والله لحضراتكم والخير ليكم طبعا. والله والله هفكر كمصري لو انا عايش بره اجي اخد الماجستير والدكتوراه في كليه التمريض جامعه عين شمس. طب ليه؟ او كليه الطب جامعه عين شمس؟ لان ليها اسباب. الجامعه معتمده في معظم المناطق العربيه او في معظم الوطن العربي. جامعه عريقه جدا، فيها مستشفيات محترمه جدا جدا، الاستاف جميل جدا جدا جدا. الجامعه شهاده معتمده، يعني شهاده هيعترف بيها في دولتك. آه، كمان هتلاقي الدكاتره لزاز. يعني احنا مصريين لما بنيجي بنسال ايه اللي التعليم سهل، ومين اللي بيتعامل معانا بهدوء شويه، ومين اللي بيعرف يتعامل معانا. فكليه التمريض جامعه عين شمس في الدبلومات بالذات وفي الماجستير والدراسات العليا بننصح بيها الطلبه، بننصح بيها الناس، بننصح بيها اخواتنا. وانا واحد من الناس اتنصحت بيها، بس للاسف يعني هي بالنسبه لنا المسافه بعيده. يعني انا كهشام ما اقدرش اروح جامعه عين شمس عشان خاطر طبعا زمايلي خدوا فيها دبلومات. انا من اقصى الشمال، وانا الصراحه كسولي، يعني المسافه بعيده بالنسبه لي، فمع بكره العربيات. طيب، فجامعه عين شمس ارشحها لك. ايه كمان في جامعه عين شمس؟ جامعه عين شمس التكلفه فيها محدوده، وهقول لكم التكلفه دلوقتي واقول لكم ازاي تحسبوها. جامعه عين شمس كمصري برضو ليها ميزه بالنسبه لي لو انا من ابناء القاهره، ان هي جنب المترو. هتلاقوا مترو العباسيه ومترو الدمرداش. ولو سالتوا اي مصري انت بتحب تمشي ايه في القاهره او تحب تركب ايه، يقول لك المترو. المترو من مميزاته ان هو تقدر توصل بسرعه جدا. فطالما المكان بتاع جامعه عين شمس في مترو وراه وفي مترو قدامه، احنا اللي زي حالتنا المصريين يعني عشان خاطر برضو التكلفه بتبقى بالنسبه لنا صعبه، ما عندناش عربيات، فبنحب نركب المترو. طيب انا راجل سعودي واماراتي يا سيدي، انا مش هركب مترو. انا عايزك تقول لي انا هنزل فين واروح فين باختصار. بص يا سيدي، لكل اخ بيسمعني، اخ عربي عزيز، حضرتك هتنزل من مطار القاهرة. لو انت جاي من الامارات هتنزل في صالة 2، او جاي من السعودية هتنزل في صالة 2 على حسب التيكت اللي مع حضرتك. كل السودان تقريبا تيرمينال واحد او صالة رقم واحد، طبعا مكتوب في التذكرة. اول ما حضرتك تنزل اول ما حضرتك تنزل هتنزل على طول تاخد اوبر، تطلب اوبر. بيبقى في ابلكيشن هتنزله ان شاء الله اوبر، وتطلب اوبر وتروح على جامعة عين شمس. تعالوا نشوف المسافة بس قد ايه. كلية التمريض نعمل اتجاهات. كلية، نكتب مطار القاهرة الدولي. تعالوا نشوف المسافة قد ايه. لما نيجي نشوف الاتجاهات كده ونشوف المسافة، هنلاقي المسافة قد ايه. عشان كده بقول لك عين شمس هتلاقي المسافة حوالي 23 دقيقة، تلت ساعة. يعني انت حضرتك تنزل من المطار، هتروح تمشي بالعربية اوبر او تاكسي، او حضرتك لو هتركب المترو بالظبط تلت ساعة نص ساعة تكون واصل الكلية، تخلص المحاضرات بتاعتك اليوم الجميل. حضرتك هترجع تاني بلدك في نص ساعة ساعة، هتوصل بالظبط. يعني الموضوع كله هيحتاج 4 5 ساعات تكون وصلت بلدك وحضرت المحاضرات. طيب، جامعة عين شمس فيها ميزة ان بيبقى فيها برامج اونلاين. هسأل لحضراتكم ان شاء الله في برنامج اونلاين للماجستير والدكتوراه ولا لا؟ يعني دي ان شاء الله هسألكم عليها. خدوا بالكم بس عشان الخطوط الحمراء دي معناها ان في زحمة في السير. يعني برضو لو في زحمة ساعات صلاح سالم دوت بيبقى زحمة. فاقول لكم على حاجة كمان، تعالوا بقى نفكر. ليه برضو جامعة عين شمس؟ حضرتك هتكتب كلية التمريض جامعة عين شمس، هيطلع لك الموقع دوت تتك عليه، هيطلع لك الصفحة الرئيسية. تعالوا نتك مع بعض كده. لما تيجي تخش على الويب سايت هتلاقي الويب سايت طبعا ويب محترم. انا عايز الماجستير والدكتوراه، اخش على الدراسات العليا واتك عليه. طبعا هنا بالانجليزي وبالعربي، اتك على العربي. معلش انا هقفل الصوت، بس في صوت طبعا عشان خاطر الناس اللي هم البلايند، او اللي هو الناس البكم، بيسموها كده باللغه العربيه بلايند، اصحاب القدرات الخاصه، عشان يسمعوا برضه. هتلاقي هنا بقى التقدم للدراسات العليا، في تقدم الكتروني لازم تعمله الاول. طبعا لما تيجي تتك عليه هتلاقيه مش مفتوح دلوقتي، يعني هو في الغالب بعين شمس مش مفتوح. هتختار الكليه بتاعتك، كليه التمريض، وتحط كل البيانات بتاعتك. التسجيل المبكر عبر الانترنت غير متاح، بيتفتح في وقت معين. طيب هنرجع تاني باك. ده الدراسات العليا. في طبعا الموقع محترم. انا مثلا عايز الدكتوراه، هتك على الدكتوراه مثلا. هتلاقي كليات الطب والتخصصات، هجيب كليه التمريض. طبعا دي كليه الطب، الامراض، طب المخ والاعصاب، ايه اللي الدكتوراه اللي موجوده فيها مفتوحه.
كليه التمريض هتلاقي كل التمريض مفتوح. لمزيد من المعلومات هيقول لك اضغط هنا. هتضغط هنا، هتلاقي مفتوح لك طبعا ايه هي الشروط، ومين الاستاذ الدكتور طبعا العمدة، وهتلاقي كل حاجه، والجامعه شكلها ايه، والشهاده بتاعتها شكلها ايه، وشهاده الاعتماد، ودرجات الدكتوراه اللي موجوده. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي الدراسه. لما جيت اكتب التكلفه طبعا لازم تتصل بيهم. بس هنا في تكلفه مكتوبه في احد المواقع اللي هو بيسموه ستادي ان ايجيبت. ستادي ان ايجي، اسمه كده، اسم الموقع كده، خش عليه هتلاقي ستادي انفو ستادي ان ايجيبت، وده الموقع اهو قدام حضراتكم study in eg.com. وتختار الجامعه اللي انت عايزها. قال لك ايه بقى الدراسه في جامعه عين شمس؟ في مرحله البكالوريوس، وفي مرحله ال التمريض او الدراسات العليا. فبيقول لك هنا في مرحله البكالوريوس بتستقبل معدل قبول 50%، وبيحصل على البكالوريوس بعد دراسه تستمر 5 سنوات. طبعا لازم أن يكون درجه تدريب الامتياز موجود. طب تعالوا نشوف بقى للدراسات العليا. عايز اشوف التكلفه بالنسبه للدراسات العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الماجستير والدكتوراه، تعالوا بقى نشوف التكلفه قد ايه برضه عشان تعرفوا مبدئيا يعني. في طبعا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التمريض، عشان دي اللي احنا قناه تعليميه في التمريض، فلازم اقول لحضراتكم التمريض. حضرتك هتدفع 1500 جنيه رمزيه، يعني حاجات رمزيه، 1500 دولار، اسف، 1500 دولار امريكي مره واحده. وبعد كده تدفع مصاريف سنويه لكل جامعه. يعني ايه الكلام دوت؟ طب تعالوا نشوف كليه التمريض وهقول لكم ازاي. كليه التمريض لمرحله البكالوريوس 4000 جنيه، 4000 دولار، اسف، 4000 دولار، انا مش عارف ليه معلق معايا الجنيه، و5000 دولار لمرحله الدراسات العليا. يعني ايه يا عم هشام؟ يعني تعالى نحسبها مع بعض. انا هدفع 1500 جنيه، احنا بنسميهم مصر كده مظروف، يعني ده للتقدم بس، ويحق ان انت تستردهم لو انت ما قبلتش. مظروف ده بيسموه المظروف، احنا عندنا مظروف. تدفع 1500 دولار، بعد كده تدفع 5000 دولار لكل سنه. طب انا قعدت مثلا سنه واحده في الدكتوراه، يبقى انت 1500 دولار زائد 5000 دولار السنه الواحده، يبقى ده كده كله كام؟ 6000 ونص دولار. طب انا بقى كسعودي افكر ازاي؟ او انا كامارات افكر ازاي؟ اول حاجه حضرتك هتفكر وتعرف هي مجزيه لك ولا لا. الريال بكام؟ الريال ب 3 جنيه، يعني الريال مقابل الدولار ب 3.76، يعني كل دولار بيساوي 3.76. انا عايز كام دولار؟ تعالوا نجيب الآلة الحاسبة. انا عايز 5600 دولار للسنة الواحدة، وبعد كده هدفع خمسة لو انا كملت سنة تانية. 5000 مثلا و600 دولار، قولوا 6000 دولار، قول مثلا. هوريها لكم مجزية ولا لا. 6000 دولار دوت لما اجي اقسمهم على 3 جنيه، او 3 ريال، اسف، 76 هلله، هيلاقيها هيعمل لي حوالي كام؟ معلش امسحهم بس كده. هيعملوا حوالي 15، هيعملوا حوالي 20 ريال. يعني لو ضربت 3076 في 5600 دولار، يطلعوا لي ب 21056 ايه ريال. يبقى انا كده هاخد الدكتوراه لو انا خدتها في سنه واحده ب 21000 ريال سعودي. يا بلاش. طب يا هشام لسه في التذكره، عايز اعرف سعر التذكره كام. بصوا يا جماعه، دي اسعار التذاكر من السعوديه في الشركات، برضو ممكن تخش عليها. مصر الطيران 3000 جنيه، 3255 جنيه بالجنيه المصري او ما يعادلها طبعا. هنا القصيم، طبعا انت هتشوف مكانك فين مثلا لو انت في السعوديه، وتشوف الاسعار. طيب انا مثلا هاخد الدمام، من الدمام للقاهره يا هشام ب 3000 جنيه مثلا، المتوسط كله تقريبا 3000، 3000 ونص. اشوف الريال بيساوي كام سعودي. انا عايز 3000 جنيه. تعالوا نجيب بس احسبها لكم معلش. عايز 3000 جنيه او 3000 ونص، 4000 جنيه التذكره. يبقى انا هدفع كام في الشهر؟ انا هنزل مثلا 4 مرات في الشهر. لو انا هنزل واروح واجي من المطار وبعدين ارجع بلدي اللي هو ال5 6 ساعات ده هدفع كام يا هشام؟ تعالوا نشوف كده. انا عايز 4000 جنيه لتذكره الطيران، في تذاكر الطيران ارخص طبعا. تمام، انت بقى ومنطقتك، وانت وحسب الشركه. طيب انا عايز كام يا هشام؟ اربع مثلا متوسط 3000 جنيه ونص. ده يعملوا كام ريال؟ او ما انا جاي كده اهو كاتب 3000 جنيه.
يعملوا 387، يعملوا حوالي 400 ريال. يعني اقسم ال 3000 جنيه او 3000 ونص، اقسمهم على القيمه بتاعت الجنيه، هيطلع لي انا عايز قد ايه ريال. مثلا انا التذكره بتاعتي ب 4000 ريال، يبقى 4 على 3 جنيه، أو 7 جنيه اسف، 7 جنيه 35 قرش، يطلع لي بحوالي 600 جنيه، او سوري اسف 600 ريال. يبقى تاني التذكره هتتكلف مثلا من حوالي من 400 ريال حاليا بالاسعار دلوقتي الى 600 او 700 ريال. يبقى انا هاجي في الشهر كام مره؟ هاجي مثلا 4 مرات، قولوا 500 ريال. يبقى احسبها، انا هاجي يا هشام 4 مرات، يبقى 500 في كام يا هشام؟ 500 ريال في مثلا 4 مرات، ده لو في حضور، يبقى ب 2000 كام؟ 2000 ريال. انا هاجي كقد ايه؟ هاجي مثلا حوالي سنه، في مثلا 10، ده لو هاجي واروح، وطبعا دي حاجه بتبقى برضو الى حد ما ممكن تبقى صعبه. في اونلاين، في برامج اونلاين بتدفع لها بس مبلغ ازيد شويه بالدولار. 2000 ريال مثلا، هاجي في 12 شهر بحوالي 24000 ريال، زائد 20000 ريال، يعني يعملوا حوالي كام؟ يعملوا حوالي يعني 24000 ريال، زائد مثلا قول 22000 ريال، يعملوا حوالي 46. يبقى انت واخد الدكتوراه بتاعتك في السنه بحوالي 50000 ريال يا بلاش. انا بقول لك اهوت يا بلاش، 50000 ريال عشان تاخد الدكتوراه يا بلاش، 60000 ريال عشان تاخد الدكتوراه يا بلاش. ومن جامعه محترمه، انا واحد من الناس لو انا بره هاخدها من مصر. شكرا لكم، ارجو بس الفيديو يكون يعني مفيد لكم. ان شاء الله ان شاء الله، لو انتوا عايزين اي اسئله انا تحت امركم. خلاص، لو انتوا عايزين اي اسئله انا تحت امركم، اكتبوا لي بس على اليوتيوب. وهقول لكم الدراسه برضو معلش قبل ما اقفل، في اشتراطات معينه. يكون الطالب غير مصري، ومعاه جواز سفر ساري، يكون حاصل على شهاده الثانويه لو هيكمل بكالوريوس، ويكون حاصل على الماجستير لو هيكمل دكتوراه من جامعه معتمده. خلاص. وعند الالتحاق لازم أن يكون شهاده الامتياز معاه، لازم شهاده التدريب العملي. وطبعا كل كليه ليها شروطها الخاصه، وهنتكلم على كليه التمريض. والحصول على موافقه السفاره، ولازم أن تكون في المواعيد الرسميه. اخر ميعاد في التقديم دايما بيكون في شهر 9 سبتمبر. كما انه يستوفي الشروط الخاصه، وتقديم كافه المستندات اللي هيطلبها الكليه. طيب اوراق السفاره، طبعا دي كلها المستندات المطلوبه للدراسه في مصر: صوره المؤهل عدد 4 صور، جميع البيانات، صوره المعادله، جواز سفر كامل، صوره كتاب السفاره موضح بها الموافقه والجهه التي ستمول دراسه الطالب. كل ده اسئله. خدمات اضافيه وتسهيلات، يمكن بقى متابعه الطالب منذ بدايه التسجيل. كل دوت برضو موقع استادي ان ايجيبت ممكن يساعدك في امر الدراسه في مصر لو انتوا حابين تخش عليه. شكرا، ولو احتجتوا اي اسئله على اليوتيوب اكتبوا لي في كومنتات تحت امركم. مع السلامه.